السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشرى سارة، أقول لكم على شوية أخبار حلوة كده النهاردة، يعني على غير العادة، عشان الناس اللي بس فاكرة إن الدنيا كلها تشاؤم تشاؤم تشاؤم. لا، في حاجات كويسة. أخيرا المنطقة الاقتصادية اللي اتعملت في قناة السويس هنستفيد منها. أخيرا هيكون في بشاير في ان شاء الله على السنه الجديده، هيكون في بشاير او بارقه امل نقدر نعتمد عليها في الفترات اللي جايه. اقول لكم سريعا كده، شركه ميديا الصينيه، الشركه دي بتعمل اجهزه منزليه وادوات منزليه وحاجات كده. الشركه دي اخذت مكان خلاص. أنا المعلومه اللي بقولها لك دي معلومه مؤكده، يعني المصدر انا جايب المعلومه من المصدر، معلومه خلاص مؤكده. اخذوا منطقه مساحه كبيره جدا في المنطقه الاقتصاديه الخاصه بقناه السويس، وعملوا مصنع. المفروض على فكره المصنع ده كان بيتعمل من 2021، لكن اخيرا خلاص اتحط استثمارات ب 2.5 مليار دولار علشان المصنع ده هينتج الغسالات الاطباق بس، وهيوزعها في مصر وهيوزعها على الميدل ايست وافريقيا. فده معناه ان احنا هيبقى في شغل في الحته دي كويس، معناه ان احنا هنكفي احتياجاتنا الداخليه من المنتج ده، هنشتغل على التصدير من المنتج ده عشان نقدر نجيب عمله للبلد عن طريق المنتج ده. وده في حد ذاته هيودينا ان في يعني اهو في بارقه امل في الفترات اللي جايه ان شاء الله. كمان عندك برضو ده معلومه برضو مؤكده، شركه رولينج بلس لاطارات السيارات دي بتنتج اطارات للكوميرشال وللعادي، يعني بتنتج اطارات للعربيات الملاكي والميكروباصات والنقل التقيل والنقل الخفيف. الشركه دي برضو خدت مكان في المنطقه الاقتصاديه قريبه من العين السخنه، وبتعمل مصنع باستثمارات تصل لمليار يورو. والمصنع ده المفروض هيكون متخصص في انتاج الاطارات بكل اشكالها وانواعها. ده طبعا المفروض ان هو هينتج على 3 مراحل. عايز اقول لكم المرحله الاولى منه هينتج 2.5 مليار اطار سنويا في المرحله الاولى بس. ده برضو هيخليه الانتاج بتاعه هينزل للسوق المحلي، وفي نفس الوقت كمان يكفي بقى، بدل ما احنا بنسمع اسعار الكاوتش عندنا بقت ارقام هبل يعني الصراحه بشكل غريب. فالكلام ده كله هيتحسن، هيبقى عندنا انتاج محلي من الشركه دي جنب الموجود حاليا، هيحسن شويه من اسعار الاطارات في السوق. وكمان المصنع ده هيوزع الاطارات دي في الميدل ايست وفي افريقيا. يعني في عندك عمله داخله من القصه دي، غير طبعا ان الاستثمارات اوريدي بالعمله الصعبه. فده هيخلينا في الفتره اللي جايه في ازدهار شويه في الحته دي. طبعا انا نفسي ومنى عيني ان احنا يكون عندنا مصانع كتيره جدا مصريه او باستثمارات خارجيه تبقى شغاله في الحته بتاعه الادوات المغذيه للسيارات. يعني عايزين مصنع، احنا في مصنع للرادياتيرات، عايزين مصنع تاني للرادياتيرات، عايزين مصنع للتيال، عايزين مصنع للبطاريات. مهم جدا مصنع البطاريات ده، البطاريات برضو اسعارها بقت هبل جدا في مصر. عايزين برضو مصنع للبطاريات، عايزين دفعه في الحته دي، علشان بجد احنا محتاجين فعلا الكلام ده. احنا محتاجين الفتره اللي جايه نصنع على قد ما نقدر، كل حاجه لينا نصنعها اكتر ما احنا بنستهلك. احنا شعب مستهلك بشكل كبير، بنستهلك اكتر ما بننتج، واحنا عايزين نتحول بقى من القصه دي. طبعا اي استثمارات هتتم في المنطقه الاقتصاديه اللي هو اخيرا انا سمعت اخبار كويسه فيها، هتفيد الناس كتير، شغل، عمال، خامات، كل الكلام ده، استثمارات، عمله اجنبيه، تصدير، اكتفاء محلي، كل دي حاجات هتفيدنا كلنا. فطبعا انا ما ينفعش اسمع اخبار زي دي وما اطلعش اتكلم واقول. طبعا بالاضافه كمان زياده بقى على القصه دي، القصه بتاعت مبادره المغتربين. بس قبل ما اخش في مبادره المغتربين، عايز اقول لكم ان الخبرين دول خلوا مصر تبقى التصنيف بتاعها كأكثر دول مؤثرة في العالم، تبقى في المرتبة ال 39. السعودية باي ذا واي في المرتبة التاسعة، يعني السعودية ترتيبها التاسع. فاحنا في ال 39 واحنا لسه ما عملناش حاجة. احنا كل اللي حصل
كل اللي حصل ان احنا بقى عندنا بارقه امل. هيمشي زي بيراميدز. طبعا المصنع بتاع الكاوتش ده بيراميدز ما مشيش، عشان بس ايه ما نقولش هيمشي زي بيراميدز. مصنع بيراميدز فتح في السعوديه، ودي مش حاجه وحشه، لكن مصنع بيراميدز لسه شغال وما قفلش في مصر، وان شاء الله مش هيقفل. واحنا مش هنكر ان احنا عندنا شويه لعبكه كده في الرؤيه الاقتصاديه من وزاره الاستثمار، بتعقد شويه الدنيا مع المستثمرين، لكن ده مش معناه ان هم بيوقفوا الدنيا. عايزين الدوله تفكر شويه بشكل مختلف في ازاي تجلب استثمارات اكتر وتحافظ عليها اكتر من ان هي تقعد تحط روتين 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 ياخر الدنيا. موضوع مبادره المغتربين برضو اللي ان شاء الله لما هيفتح على اول شهر 10 هيخلينا برضو نروح في سكه تانية خالص جوه السوق المصري، ان هيبقى فيه عربيات كتير هتبتدي تنزل مصر عن طريق المبادره، هتخلي اسعار السيارات في مصر يعني شكلها هيختلف بشكل او باخر. مما لا شك فيه واكيد كلكم عارفين ان 99% من التوكيلات اللي موجوده مخزنه عربيات عشان مستنيه التعويمه الرابعه تحصل، فيبتدوا يغلوا العربيات بتاعتهم ويكسبوا مكاسب اكتر من اللي المفروض يكسبوها. ودي طبعا حته من يعني جزء من اجزاء الجشع الغير مبرر اللي ربنا مش هيسمي عليهم فيه بسببه يعني. فخليني بس ايه يعني نتكلم في الحته دي ونقول اوعى تستسلم للتوكيلات دي مهما كان. لازم تفكر كويس جدا. التوكيلات مش هتقول لك تعالى ادفع فلوس، توكيلات مش المعارض. التوكيلات معرض بتبيع باوفر برايس، بياخد منك ويسلمك خلاص. انما التوكيلات بتبقى عايزه تاخد منك فلوس، والفلوس دي تدورها هي وتقعد بالست والتسع شهور، وبعد كده تقول لك خد فلوسك لو مش عاجبك. وما اكثر الامثله، يعني جات لي امثله كتير جدا 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 عن طريق القصه دي. واحد كان حاجز جي كلاس، بقى له 9 شهور حاجز جي كلاس، في الاخر قالوا له لا والله انت مفيش، خد فلوسك ما توجعش دماغك. واحد تاني في بي ام دبليو كان حاجز اكس 1، في الاخر قالوا له لا والله بص يعني العربيه دي عشان تستلمها هتدفع 3 مليون ونص. يا نهار اسود، 3 مليون ونص اللي هي اصلا اعلى حاجه في اكس 1، اعلى حاجه هتستوردها ب 2 مليون 800. طب انت تبيعها كتوكيل ب 3 مليون ونص؟ ايه الجحود ده؟ بصوا انا مش جاي اروج على ان انا بستورد عربيات ارخص من اللي موجوده في التوكيلات والمعارض، لكن انا مش عايزك تسلم للناس دي. الناس دي كل هدفها ان هي تقلبك في فلوس وخلاص. كل طموحاتها ازاي تطلع منك اكبر قدر من الاموال. يعني الراجل ده قالوا له الاول العربيه ب 2,800، بعد كده قالوا له ب 3,200، بعد كده قالوا له ب 3 ونص، في حين ان العربيه دي انا اخر مره استوردتها كانت ب 2,350 والله. يعني هي بقت ب 2 دلوقتي ب 2,800 علشان بس العربيه بره غليت شويه، لكن هي حاليا سعرها بره بقى اغلى من ما انا جبتها قبل كده. لكن غير كده طبعا مهما هتكلم في القصه دي انا بحاول اشرح لكم، بحاول اوعيكم، بحاول اقول لكم، بس للاسف برضو لسه لغايه دلوقتي في ناس بتروح للتوكيلات وتديها فلوس على امل ان هي هتستلم منها عربيه. وانا بقول لك اهو مفيش حاجه اسمها ال سي للتوكيلات، يعني مفيش اعتماد مستندي، فالتوكيلات ما تقدرش تستورد خلاص. فانت ما توجعش دماغك وتروح لهم وتديهم فلوس، انت كده بترمي فلوسك في الارض، وبعد 9 شهور سنه هيجي يقول لك خد فلوسك تاني، انا مش عارف اجيب عربيه. غير ان في كمان توكيلات بتقول لك تعالى يا باشا اجيب لك عربيات من المنطقه الحره، بيستورد لك عربيه باسمك بسعره، بيستورد لك عربيه باسمك بسعره وكمان الكواليتي بتاعه مش بالكواليتي الاوروبي. حاجه قمه الاستهزاء بالبشر، والله العظيم قمه الاستهزاء بالناس. يا هم معتبرينك ما بتفكرش، معتبرينك ما بتفكرش، وعايز يقول لك انا جامد قوي، يلا انا جامد قوي لدرجه اني هاخد منك الفلوس بالعمله. توكيل ممنوع ياخد فلوس بالعمله، لا بيقول لك هتدفع بالعمله مع انه ممنوع. عايز يوصل لك ايه؟ ان هو جامد لدرجه ان هو ما حدش هيعمل معاه حاجه. احنا توكيلات جامده قوي 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 وما حدش هيقدر يعمل لنا حاجه.
طب انت بقى بعد اذنك خليك اجمد منه، ما تروحش تتعامل معاه وما تصدقوش. كل دول كلهم مش هيسلموك حاجه، ما تصدقوش. مش هتكلم كتير في النقطه دي، هبقى اخلي لها ده فيديو لوحده يعني. بس انا بصراحه كنت مبسوط جدا جدا بالاخبار بتاعه المنطقه الاقتصاديه بقناه السويس. الاخبار دي حلوه جدا، عجبتني وبسطتني، فحبيت ابسطكم معايا واديكم بارقه امل في وقت ما فيهوش حاجه تبسط، لكن ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. لو انت شايف الكلام ده يفيد ناس كتير، اعمل له شير. لو انت شايف الكلام ده في ناس كتير بتتكلم فيه، اعمل لهم منشن. اعمل منشن لصاحبك اللي رايح يحط فلوس في التوكيل. اعمل منشن لصاحبك اللي قال لك مفيش امل في الاقتصاد المصري. لا، مصر مش دوله قليله يا جماعه. مصر دوله قويه وليها مكانتها في المجتمع وليها مكانتها في العالم وليها مكانتها جوه القاره بتاعتها، ومش هتقع ان شاء الله، عشان مصر دي ربنا حاميها ليوم الدين. مهما كان اللي بيحصل فيها ان شاء الله هنرجع نقف على حلمنا تاني. كل القنوات الشرعيه على السوشيال ميديا شريف ياسر اول تراك، فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، وتيك توك. قبل ما تسيب الفيديو تروح في اي حته صلي على رسول الله. اشكركم جدا، كان معاكم شريف ياسر اول تراك. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.